بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، أرحب بكم من جديد وأتمنى لكم دوام النجاح والتألق. أيها الإخوة والأخوات، المواضيع التي سأتناولها وسينصب الحديث في شأنها فهي متنوعة ونقاط متباينة، إلا أنها تهدف أساساً إلى تبيين ما يصبو إليه المغرب وما هي التحولات التي يعرفها المغرب على عدة مستويات وعلى عدة أصعدة. فبطبيعة الحال ما كنا قد قلناه سابقا على مستوى تثمين العلاقة الدبلوماسية والعلاقة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية مع أمريكا، ها هو قد يتجسد على الأرض. وها هي تلك التحاليل تدلنا وتثبت على أن المغرب فهو حقيقة يشكل بالنسبة لأمريكا بلدا مقدسا بامتياز، وستبقى على الدوام تكن له كل التقدير والاحترام، بل أكثر من ذلك فهي تشكل آلية وشريك حقيقي على مستوى الدفاع عن المصالح الكبرى للمغرب، فهي تتخذه شريكا وحليفا وأخوة صادقة وعميقة. والدليل على ذلك هو ما تقوم به على مستوى التجارب والخبرات، وما تقوم به منذ أكثر من 20 سنة في القيام بمناورات الأسد الإفريقي مع المغرب. وبطبيعة الحال لم يحظى أي بلد آخر في المعمور وفي العالم بهذه الحظوة التي تقوم بها أمريكا مع أي بلد من بلدان العالم. وهذا دليل قاطع على أن المغرب يشكل منزلة رفيعة لدى أمريكا. ولا أدل على ذلك هو المجيء لرئيس الأركان العسكرية بأمريكا، فهو جاء بمثله ليتفقد كل تلك التطورات التي يعرفها المغرب على المجال العسكري، وبالتالي يحصل هناك تبادل الآراء والخبرات والاستشارات والوضع الاستراتيجي خصوصا على المجال العسكري. فهو رسالة إلى كل من يشاكس المغرب على أن المغرب له حماية دولية نظرا لأهميته ولما يحظى به من أهمية كبرى على المستوى الموقع الجغرافي، حيث يشكل بوابة إفريقيا وكذلك أوروبا، بالإضافة إلى التألق السياسي الذي يعرفه على مستوى العلاقات الدولية. فالمغرب هو بلد خاص واستثنائي على مستوى مركز الثقل العالمي، فهو حقيقة بالرغم من أنه ينتمي إلى إفريقيا فهو يعرف تألقا أوروبيا وأمريكيا وعالميا وحتى إفريقيا. فهو بطبيعة الحال يشكل منارة وقطبا عالميا، فكل الدول تتسابق لأن تجدد العلاقات معه
بحكم أهميته واستراتيجيته وأفقه الواسع على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والحضاري وغيرها من المميزات التي يمتاز بها المغرب. فهو أول بلد إفريقي يتميز بالأمن والأمان والسلم والسلام وبالتخطيط الشامل وبالاستراتيجية القمينة للنهوض والتفوق والصعود إلى المقامات الرفيعة على مستوى التمدن والازدهار والتنمية الشاملة. وعلى هذا الأساس فها هو قد أتى رئيس الأركان العسكرية لأمريكا لتجسيد وتثبيت العلاقة الثنائية الأصيلة والمرتكزة على الأسس والدفاع المشترك وتزويد المغرب بكل الطاقات التكنولوجية والعسكرية والحربية وغيرها. ولقد أكد على أن المغرب هو الآخر له كفاءات وله قدرات وله إمكانيات واعدة على المستوى العسكري. وبطبيعة الحال فالمغرب ارتقى إلى مستوى الندية، فالمغرب هو الآخر له تجربة عميقة وخبرات، ولا أدل على ذلك هو البلد الأول عالميا على مستوى إسهام والمشاركة في كل أنحاء دول العالم، على مستوى أنه دائما وأبدا يكون له حضور ومشاركة من أجل حفظ السلام في كل دول المعمور. فجنوده تكون هي السباقة إلى حضور تلك الأماكن التي تحدث فيها النزاعات بطبيعة الحال، من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة والقوات الحافظة للسلام. وعلى هذا الأساس فالمغاربة يتوفرون على خبرات وعلى طاقات وتجارب ومهارات عسكرية مهمة جدا على مستوى حفظ الأمن والسلام. كذلك على مستوى من ناحية أن المغرب يتوفر على كفاءات على مستوى بطبيعة الحال في تثبيت الأمن السلمي والعالمي. فالمخابرات المغربية فهي مصنفة عالميا ويعتمد عليها، فهي كم من مرة عملت على إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية، وأصبح لها ديع وسيط على مستوى العالمي. إذن فالمغرب له أوراق عديدة مؤثرة وتشكل وزنا للمغرب. وعلى هذا الأساس فالمغرب فهو يفيد ويستفيد، فحتى هو الآخر يقدم خبرات وتجارب في المجال العسكري وفي الحفاظ على تثبيت الأمن والسلام العالمي. وبطبيعة الحال فالمغرب هو بلد استراتيجي وهام جدا. ثم ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي تتعلق بأوروبا، وخصوصا بطبيعة الحال المجيء الذي أتى ممثل أوروبا بطبيعة الحال، فأتى إلى المغرب
هو الآخر ليعزز الشراكات مع المغرب، فهو الممثل للمفوضية الأوروبية، وبالتالي حتى يثبت على أن المغرب فهو أساسي وجوهري في العلاقات الدولية وشريك يعتمد عليه على مستوى الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال فأتى وهو مزود بطبيعة الحال مجموعة من المقومات، سواء كانت مادية أو أفكار نيرة واستراتيجية وعقود شراكات مع المغرب من أجل تطوير هذه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والدفع بها إلى الأمام، بالرغم من تلك الدسائس التي قام بها البرلمان الأوروبي من أجل تقويض العلاقات مع المغرب وتشويه سمعته، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا ولم يؤثر على مستوى الوزن الذي يحظى به المغرب إزاء أوروبا. وها هو ممثل أو المفوضية أوروبية جاء بنفسه هو الآخر ليعزز هذه العلاقات وهذه الشراكات، وحتى يفند تلك المغالطات وتلك الدسائس التي يسعى إليها خصوم الوحدة الوطنية الترابية، فعمل على تفنيد تلك التغليطات وتلك الدسائس التي تسعى إلى جعل المغرب تشوه سمعته وصورته، في حين أن ذلك قد تبخر وقد حسحس الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وكذلك أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن ندرج إلى وننتقل إلى نقطة ثالثة أساسية كذلك ومهمة على مستوى الحكم بالبراءة على اللاعب أشرف حكيمي، اللاعب الدولي والمشهور والمتألق، والذي كل الجماهير العربية والإفريقية والدولية كانت تتطلع لمعرفة مجريات هذا الحكم الذي سيصدر إزاء هذا اللاعب المتألق والنجم الساطع. ولله الحمد، ها هو الآن سوف ذهب إلى ألمانيا ليشارك في تظاهرة رياضية. وبطبيعة الحال فهذا النجم الساطع يحظى بالتقدير من كل طرف كل زملائه اللاعبين المتألقين على المستوى العالمي. فلا شك أيها الأخوة والأخوات، ما أظهر عنه أو ما قام به زميله وصديقه في الدرب وفي المجال الرياضي مبابي مع طبيعة الحال أشرف حكيمي، حيث أنه هو الآخر ذهب إلى المحكمة وأدلى بدلائل تنهض دليلا على أن أشرف حكيمي هو لاعب خلوق وبعيد كل البعد عن هذه الشبهات، وبذلك فأن هذا اللاعب وقف بجانب أشرف حكيمي ودافع عنه بطبيعة الحال بكل جرأة وبكل شجاعة، وفند تلك المزاعم المغلوطة والاتهامات الباطلة التي لحقت باللاعب الدولي المشهور أشرف حكيمي.
وعلى هذا الأساس فالكل وقف بجانب أشرف حكيمي، كل الجماهير المغربية وحتى المسؤولين الوازنين كرؤساء وملوك وغيرها من المعجبين بعطاءات ومهارات هذا اللاعب وهذا النجم العالمي ألا وهو أشرف حكيمي. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة والأخوات، فالمغاربة هم يشكلون نجوم عالميين في عدة مجالات، في كل المجالات وفي كل القطاعات الحيوية، سواء في المجال الرياضي أو في المجال الثقافي أو في المجال الإبداعي أو حتى في المجال العسكري أو على مستوى التكنولوجي في ما يخص صناعة السيارات والطائرات والأسلحة إلى غير ذلك من المجالات التي تألق فيها بطبيعة الحال الشباب المغربي، فأصبح له دراية واطلاع على عدة مجالات بحكم الطموح الذي ينتابهم ويهدفون إلى تطوير طاقتهم وإبداعاتهم الخلاقة في المجال الابتكار والإبداع والتجديد إلى غير ذلك من المجالات. فولله الحمد المغرب فإنه ماض على خطى ثابتة إلى الأمام وإلى النهوض وإلى بناء صرح المجد وتأسيس هيكل عظمته. ونحيي من هذا المنبر كل المغاربة التواقين إلى التقدم وإلى الازدهار وإلى الرفعة وإلى المجد. فبذلك بطبيعة الحال كذلك نلاحظ أن إسبانيا هي الأخرى تبرم اتفاقيات وشراكات مع المغرب على مستوى الصناعة السفن، وستقدم له طبيعة الحال سفينة بثمن بخس ورمزي فقط. وهذا إن دل على شيء فإن ما يدل على مستوى الحميمية التي وصلت إليها إسبانيا في علاقتها مع المغرب. فأيها الإخوة والأخوات، المغرب بطبيعة الحال دائما وأبدا يحقق انتصارات تلو الانتصارات. فبطبيعة الحال كل الدول الأوروبية تريد أن تعيد النظر في علاقتها مع المغرب، وأن تتقرب إلى المغرب أكثر فأكثر، وأن تجعله شريكا بطبيعة الحال مأمون ويؤتمن وموثوق به. ولعل أن إفريقيا ودول إفريقيا كلها على بعضها أكثريتها فهي ترى في المغرب نموذجا وقطبا يحتذى ومنارة. ولعل بطبيعة الحال دولة السنغال الشقيقة فهي اتخذت من جلالة الملك أميرا للمؤمنين حتى في بلد السنغال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الثقة الحاصلة وبين السنغال والمغرب، وعلى المستوى الرفيع على مستوى العلاقات، سواء على مستوى الرؤساء أو حتى الشعوب هي الأخرى. فأصبحت علاقة حميمية ما بين الشعب المغربي والشعب السنغالي كأنه شعب واحد. وهذه أيها الإخوة والأخوات إشارة قوية على مدى التألق في مستوى العلاقات ما بين المغرب وبين السنغال. وهذا فقط غيض من فيض. فالمغاربة والمغرب فهو بطبيعة الحال متوغل حتى النخاع في إفريقيا
بمعنى من المعاني أنه كل الدول الصديقة والشقيقة في إفريقيا فهي تتطلع إلى إبرام الشراكات والاتفاقيات والعلاقات الثنائية أن تكون متوطدة ولكي تستمر أكثر فأكثر. والمغرب بحكم أن له قصب السبق في المجال تأسيس الديمقراطية ودولة المؤسسات ودولة الحريات ودولة الإفصاح والتعبير، فكل الدول الأخرى تريد أن تنحو نحو المغرب وأن تمضي في اتجاهه وأن تتخذه منارة وقدوة لتسيير شعوبها، وأن تحدو المغرب بحكم أن المغرب هو بلد استراتيجي وله آفاق واعدة وله خبرات في كل الميادين وفي كل المجالات، فهو لا يبخل على مستوى تقديم كل ما لديه من طاقات للدول الإفريقية وحتى لدول أوروبا ولدول العالم. وهذا ما يميز المغرب عن عدة بلدان، هو انفتاحه الكبير، وهو التعامل بطبيعة الحال بفلسفة رابح رابح، فهو لا يهدف فقط للحصول على المنفعة الشخصية أو الذاتية لوحده، فهو بطبيعة الحال له استراتيجية عميقة وسياسة حكيمة وفلسفة بطبيعة الحال تنبني على فكرة رابح رابح. وهذه الاستراتيجية هي حديثة العهد، وهي بالتالي تجعل الكل يتهافت لأن يبرم الاتفاقيات والشراكات مع المغرب، وتأمن بأن المغرب هو بلد موثوق به على مستوى العقد الاتفاقيات والإبرام وإبرامها، فهي بطبيعة الحال دولة استراتيجية وقامنة بتحقيق كل تلك الأهداف وتلك الصفقات المسطرة والمبرمة. وعلى هذا الأساس فالدول تحس بأن المغرب، كل دول العالم ليس فقط إفريقيا وحتى أوروبا وحتى أمريكا وحتى دول آسيا وأستراليا والصين والهند والبرازيل وغيرها من الدول، كلها الآن أصبحت تحظى أو تجعل من المغرب يعني بلدا يحظى بالأهمية بمكان وبالثقة المتبادلة. وعلى هذا الأساس فالمغرب ولله الحمد سيعرف تقلقا وازدهارا وسيزداد أكثر قطبية على مستوى العالم في عدة مجالات، سواء في المجال السياسي والتنظير على مستوى طبيعة الحال كيفية تسيير أمور الشعوب والاستراتيجية في الحفظ على الأمن والأمان والسلم والسلام، بالإضافة إلى ما يعرفه المغرب من خبرة كبيرة وإمكانية عميقة على مستوى في المجال النهضة الاقتصادية وكذلك التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية وغيرها من المجالات، وحتى في المجال الثقافي وحتى في تألق وبالاهتمام بالمجال الديني هو الآخر. طبيعة الحال فهذا التكامل الذي يعرفه المغرب هو الذي جعله يحظى بالاهتمام من كل دول المعمور. فهنيئا للمغرب بهذا التألق وبهذه الميزة وبهذه المزايا التي يحظى بها. ونتمنى لكم أيها الإخوة والأخوات أن يكون هذا الحوار وهذا العرض قد أحسستم بالفائدة المرجوة، وأن يكون له إسهام على مستوى التوعية وبطبيعة الحال والتنوير الفكري والعقلي
على عدة مستويات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو فكرية وهلم جرا. وبذلك أشكركم، وإلى اللقاء إن شاء الله في مقابلة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.